لو عملنا عملية تغيير مفصل الحوض، ايه الحاجات اللي اتوقعها بعد العملية؟ عادة بتبقى واخد بنج نصفي، ساعات مع البنج النصفي ده يبقى فيه بنج كلي، فبتصحى في الإفاقة لسه ما عندكش القدرة انك تحرك رجلك. يبتدي الحركة او القدرة في تحريك الرجل ترجع في خلال 3 إلى 4 ساعات بعد العملية، وممكن تبتدي تحس ساعتها بشوية ألم. الألم ما بيكونش جامد قوي زي ما بعض الناس متخيلة. بتبقى عادة مركب جهاز اسمه PCA، ده بتقدر تدوس على زرار عشان يديلك مسكن. فأول لما تبتدي تحس بالألم بتدوس على الزرار عشان يديلك جرعة من المسكن، فالألم ما يشتدش عليك مرة واحدة. في معظم الأحوال بنقدر نقوم نتمشى على رجلينا ليلة العملية أو تاني يوم الصبح. الأول بنتمشى بالمشاية لغاية لما تتعود عليها والبالانس أو التوازن بتاعك يبقى كويس، ونبتدي نستغنى عن المشاية على الأسبوع الثاني أو الثالث ونستبدلها بعصاية. موضوع التنقل من المشاية للعصاية وبعد كده التخلص من العصاية اللي هو عادة بيبقى على شهر أو 6 أسابيع، ده بيختلف من المريض للتاني. ليه بيختلف؟ لأن أكيد اللي سنه صغير غير اللي سنه كبير، أكيد اللي كان عنده مرض في الحوض مضاعف العضلات بتاعته بقالها سنين غير اللي كان عنده مرض في الحوض قعد عنده شهر أو 2 أو 6 شهور، ضعف العضلات شوية وقدر بعد كده يرجع للتوازن بتاعه. لكن معظم الناس بتقدر تتخلص من العكازات على الأسبوع السادس، باختلاف اللي كان عنده أمراض مزمنة في المفصل خلت التوازن والعضلات بتاعته تبقى ضعيفة لدرجة ان هي محتاجة تأهيل لفترات أطول. يبتدي نرجع الشغل على الأسبوع السادس للناس اللي هو عن شغل مكتبي خفيف، ونفس الكلام بالنسبة للسواقة برضو عادة على الأسبوع السادس. إنما الشغل اللي بيتطلب حركة بدنية وطالع ونازل وبيتحرك كتير عادة ممكن يرجع على الشهر الثاني أو الثالث. بعد العملية طبعا بيبقى فيه الألم بتاع الجرح بيلتئم في خلال 2 ل3. بعد كده بيبقى فيه بعض الآلام اللي هي بسبب الضعف في العضلات وعدم التوازن، ده عادة بيتحسن برضو على الأسبوع الخامس أو السادس ومفيش احتياج لمسكنات. بالنسبة للعلاج الطبيعي، مش كل الناس بتحتاج علاج طبيعي وتأهيل بعد عملية تغيير مفصل الحوض. احنا بنديكوا تمارين تعملوها في البيت بانتظام، وبنقيم الموضوع على الأسبوع الرابع أو على الأسبوع السادس. لو لقينا لسه في زكة، لسه في بعض الآلام، ممكن ننصحك انك تعمل كام جلسة علاج طبيعي عشان نظبط المشية بتاعتنا، عشان لو عندنا بعض الزكة، لو عندنا عضلة معينة ضعيفة ساعتها بنروح لعلاج طبيعي. وعادة الموضوع ما بنطولش فيه قوي، ممكن نقعد 6 أسابيع أو شهرين علاج طبيعي بالكتير. مش معنى ان احنا بنعمل علاج طبيعي انك موقف حياتك لغاية لما تخلص علاج الطبيعي، لا، بتكمل حياتك عادي. لو في شغل بتروح الصبح وبالليل بتروح على العلاج الطبيعي، ممكن عادي الاتنين يمشوا هاند ان هاند مع بعض. عادة بعد 6 شهور من العملية بيكون المشية اتظبطت، وبيكون لو في زكة هي حاجة بسيطة جدا ولا المريض بيلاحظها ولا حتى الناس اللي حواليه بتلاحظها. الماكسيمم بنفيت او النتيجة النهائية عادة بتبان بعد سنة من الجراحة. ده بيكون وقت كافي لتكون العضلات كلها تعافت والمشية كلها اتظبطت. وممكن ساعات بنوصل لحاجة اسمها the forgotten hip او المفصل المنسي، ان هو حتى المريض نفسه بدأ ينسى ان هو مركب مفصل صناعي. ولسه حتى الابحاث بتلاقي ان برضو لغاية السنة التانية المريض بيبقى في بعض الحاجات اللي بيقدر يحسنها من السنة الاولى للسنة التانية. يعني نقدر نقول ان معظم التحسن بيحصل في السنة الاولى بعد العملية، وبيبقى لسه في مجال ان احنا نحسن من المستوى الوظيفي بتاعنا ما بين السنة الاولى والسنة التانية بعد عملية تغيير مفصل الحوض.